ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. دي تشيز كيك، احلى تشيز كيك على البارد وبطعم حلو قوي. وزي ما انتوا شايفين كده انا زوقتها بالكيس بتاع الكريم كراميل اللي موجود جوه البودر. جبنا ايه؟ أهلا بكم في قناة نوجات لأشهى الحلويات والمأكولات. جبت 6 اكياس من البسكوت ورحت حطاه في الكبة وفرمته ناعم جدا، ورحت نازلة عليه ب100 جرام من الزبدة السايحة شوية او الطرية، ورحت ضرباهم في الكبة بتاعتنا لغاية ما بقت عاملة زي رملة البحر. عايزة اقول لكم تشيز كيك دي انا كنت واخداها هدية لصاحبتي، علشان كده انا مش هقطعها قدامكم، فعذرا يعني مش معقولة هوديها لها مقطوع منها حتة، فانا وديتها زي ما هي بالصينية بتاعتها. وخلاص كده حطينا عليها السمنة بتاعتها وضربناها كويس لغاية ما بقت مندية. هاتي بقى الصينية بتاعتك المدورة اللي هي بتتفك، ليها قاعدة من تحت بتتفك، ودي بقت في كل بيوتنا ومسهلة علينا حاجات كتير وبتطلع علينا أصناف كتير حلوة قوي لاستعمالات الصينية دي. هو دايما الكبة بتاعتي دي معطلاني شوية حوسة حوسة على الهوا. وخلاص تمام كده، وهنفردها كويس قوي في قلب الصينية بتاعتنا، واضغطي عليها جامد بديل كوباية بالسباتيولا اللي بتدوسي عليها جامد، بضغط ايدك اللي انت عايزاه. المهم تضغطيها كويس قوي في الصينية بتاعتك وتحطيها في التلاجة الوقت اللي انت عايزاه، ربع ساعة نص ساعة، المهم انها تجمد. وممكن تحطيها في الفريزر، مش هتاخد منك 10 دقايق وهتخرجيها، علشان لما تحطي عليها باقي المواد بتاعتك تبقى صلبة وما تتفتحش كده. طبعا انت هتضغطي عليها جامد قوي كده لغاية ما تبقى قدامك حتة واحدة ماسكة في بعضها، والتلاجة بتزود التماسك بتاعها. كده هنجيب نص كيلو من اللبن، بس انا زودت على فكرة المقدار، لقيته هيبقى في الصينية حتة صغيرة وانا رايحة بيها الناس، فعملت كيلو من اللبن وعليها باكوين من كريم الكراميل. انت ممكن تعملي نص كيلو بس وعليه باكو واحد من كريم الكراميل، وحطي الجبن اللي انت عايزاها. لو جبنة تشيز كيك جايباها من السوبر ماركت، او جبنة نستو، او اي جبنه ما فيهاش ملح هتنفع وتبقى زي الفل. حتى الجبنه القريش انا عملتها بالجبنه القريش وطلعت حلوه جدا جدا جدا، بس ما تكونش مالحه. وهننزل كمان بعلبه صغيره من القشطه. العلبه دي رخيصه قوي عند البقال او في السوبر ماركت. وبعدين حطيت باكو بسكوت في قلبها وضربنا كل حاجة في قلب بعضها. طعم البسكوت بقى لما بيتضرب معاها بيوديها في حتة تانية خالص كده، كأنها بالظبط الحلوى الفرنسية القطيفة الفرنسية اللي أنا عملتها زمان، وهبقى أحط لكم اللينك بتاعها إن شاء الله، أو هعمل لكم اختصار للفيديو علشان تدخلوا وتشوفوه إن شاء رب العالمين. كده بقت ملو العين كده وملت الصينية. طبعا انا رايحة للناس، لو عاملاها لنفسي كنت عملتها بنص كيلو وخلاص يا دوب على قدنا، ولكن كده تملى الصينية وتبقى زي الفل. طبعا في معلقتين او معلقة ونص من ال الجيلي ايه، هنحط معلقة ونص من الجيلاتين او معلقتين من الجيلاتين في شوية مية سخنة وبنحطها عليها. ممكن الحاجة دي ما كانتش ظهرت في التصوير، جبنا النستو والجيلاتين، ولكن انا قلت لكم عليه هو عشان اللي يتابع الفيديو للاخر هيعرف. ده بقى يبقى للتزيين. انا طبعا زي ما قلت لكم سبت الصينية زي ما هي، مش هقطعها، وحتى الجرنش بتاعي او التزيين هخليه في نفس الصينية. جبت ورق زبدة وقصيته شرايط زي ما انتم شايفين كده، علشان لما احط القرفة بتاعتي تبقى سايبالي فراغات بيضة في النص او فراغات صفرة في النص زي ما انتوا شايفين كده. لو انت مش عايزة وعايزة القرفة على وشها كلها براحتك، لو مش عايزة قرفة خالص وعايزة تحطي فراولة او عايزة تحطي قطع من اي فاكهة عندك، مانجا، ده بيرجع لك انت في الاخر. بس طبعا بالقرفة بتوديها في طعم روعة بصراحة. وجربي يعني جربي الاول في باكو نص كيلو لبن، بصراحة هتستطعميها جدا وهتعمليها على طول لانها سهل قوي.
وبتحطي طبعا 8 قطع نستو او يعني 8 كيلو كده من قشطة موجودة عندك او الجبنة الكريمي بس كده. وفي الاخر رحت جاية على الاماكن اللي ما فيهاش قرفة، ورحت حاطة الباكوين بتوع الكراميل، ورحت مزينة بيهم كده، طلعت شكلها حلو كأنها زينة نوبي او كأنها رسم نوبي، فعجبتني في الاخر شكلها حلو قوي. ويا رب بس تعجبكم وبألف هنا وشفا، ودعواتكم معايا لان القناة كده بصراحة بتقع مني خالص. اللايك ما تنسوش، انا شايفاكم اللايك والكومنت الحلو. سلام عليكم.